كنت دايما أقول لنفسي ليه الست ما ينفعش تتجوز 4 زيها زي الراجل. اخد الغني واخد الحلو الكاريزما واخد الرومانسي اللي كلامه يلين الحجر. وفي يوم من الأيام نفذت اللي كنت بحلم بيه، واللي حصل لي ما يخطرش على بال حد أبدا. أنا وردة، عندي 21 سنة زي القمر، ومفيش 2 يختلفوا على حلاوتي وشياكتي. لسه متخرجة، وفي يوم كنت خارجة مع ماما ولقيتها بتقولي: ها يا وردة، قررتي هتعملي ايه في حياتك؟ هتشتغلي ولا هتتجوزي؟ قلت لها أنا نفسي أتدلع، نفسي أعيش عيشة الهوانم يا ماما. لقيتها ضحكت وقالت لي: فوق يا وردة يا بنتي وبطلي طمع، الإنسان بيوصل لكل اللي هو عايزه بالصبر والتعب، وعلى قد التعب والصبر ربنا بيكرمه. وفي عز ما ماما كانت بتتكلم دخل المطعم شاب زي القمر، ولقيته قاعد على الترابيزة اللي قدامنا. كانت ريحة برفانه تهوس، وفضل باصص لي، وعرفت من الويتر اللي في المكان ان اسمه أستاذ عزت، وكل الناس هناك عارفاه، واحنا حاسبنا ومشينا قبله. وبالليل لما روحت فضلت طول الليل ادور على اكاونت الشاب اللي زي القمر ده، ودخلت صفحة المطعم وعرفت انه ما بيروحش مكان غيره، ودخلت بعتله رسالة، وبعد شوية لقيته رد عليا وكلمني. ما خدش في ايدي وقت كبير، واخيرا انا وعزت اللي زي القمر قاعدين في الكوشة، اصلنا اتجوزنا. ويوم الصباحية صحيت على وشه اللي يجنن، ولقيته بيقولي: صباح الخير يا ست هانم، كل ده نوم؟ قومي يلا عشان نحضر الشنط، عشان هنسافر بالليل، مفيش وقت. قلت له: حاضر يا عزت، انت مستعجل ليه كده؟ على العموم انا هجهز كل حاجة. ودخلت الحمام، ولما جيت اخرج لقيت عزت قاعد في الأوضة بيكلم واحدة، ولقيته بيقول لها: يا ستي ما خلتش بيكي، انا قلتلك ان هتجوزك يعني هتجوزك. وبعدين صدقيني يا حبيبتي، ماما هي اللي غصبتني على الجوازة دي. يا ستي اهدي بس، وبعدين انا كنت محتاج فلوس كده لزوم مخلص من الجوازة دي، واديها مؤخرة في حدود 100,000 جنيه. بقولك ايه، اقفلي هكلمك تاني. لما سمعت كلام عزت قلبي وجعني واتصدمت صدمة عمري. بقى معقول الملاك اللي زي القمر ده يطلع خاين وكمان نصاب؟ قررت اني ما بينش اني عرفت الحقيقة، ودخلت عليه وقلت له: ايه يا حبيبي، كنت بتكلم حد؟ لقيته ارتبك وقال لي: لا خالص يا حبيبتي، انا كنت بكلم واحد صاحبي، يلا بقى حضري الشنط وانا هروح مشوار واجي. فضلت افكر هعمل ايه مع الانسان ده، وقررت ان اخليني معاه لحد ما اعرف كل حاجة. وفضل عزت بره، ما جاش الا بالليل على ميعاد السفر، وقال لي انه كان معاه صاحبه. ولما سافرنا من اول يوم لقيت عزت قال لي بصوت عالي في المطعم: الحقيني يا وردة، المحفظة وقعت مني وفيها الفلوس، اعمل ايه دلوقتي وهنحاسب ازاي؟ قلت له: يا خبر، ازاي ده حصل؟ بقولك ايه، احنا لازم نرجع القاهرة دلوقتي حالا. لقيته قال لي: قاهرة؟ ده بدل ما تساعديني وتديني قرشين لحد ما نرجع بيتنا. طيب حتى لو رجعنا بيتنا هنرجع ازاي؟ دي حتى فلوس المواصلات مش معايا. قلت له: اتصرف يا حبيبي، زي ما سفرتنا تروحنا، وبعدين اتصل بأي حد يجي ياخدنا. قال لي: اخس عليكي، كنت فاكرك هتقفي جنبي، ده انت على قلبك فلوس قد كده، ومعاكي دهب يعيشنا سنين من غير ما الفلوس تخلص. قلت له: صح، عندك حق، عشان كده انا لازم اقف جنبك، انا هروح اعمل مكالمة وهجيلك. وطلعت اوضتي ولميت حاجتي بمنتهى الهدوء، وروحت على بيت ماما وقلت لها كل اللي حصل. وتاني يوم لقيت عزت جالنا البيت، هو قال لي: بقى كده يا وردة بتمشي وتسيبيني في الأوتيل؟ ايه فاكراني نصاب ولا ايه؟ ضحكت وقلت له: طبعا نصاب وشيخ النصابين كمان، اصل عرفت عنك كل حاجة. عزت كازانوفا، بيعرف البنات عشان يقلبهم في فلوس او اي حاجة تيجي في ايده. انا سجلت لك كام مكالمة يودوك ورا الشمس، ومش بس كده، ده انا عرفت الباسورد بتاع تليفونك وانا نايمة جنبك، واخدت كل المحادثات اللي بينك وبين البنات اللي يا عيني مخدوعين فيك زيي.
وعرفت إنك عايز تاخد مني الذهب والفلوس اللي ماما شايلاهم ليا، بس العيب عليا أنا اللي اتشدت لك واتجوزتك عشان شكلك، ونسيت إني لازم أدور على أصلك. طلقني يا عزت بدل ما أفضحك. واتطلقت أنا وعزت بعد ما خاف أحسن أعمل له شوشرة. وفي يوم كنت في مشوار وبعدي الشارع، لقيت عربية فرملت مرة واحدة وكانت هتخبطني. كانت عربية غالية قوي، وصاحب العربية نزل وكانت بدلته ماركة عالمية وبمبلغ كبير جدا. قلت لنفسي هو ده اللي لازم اتجوزه وهيعيشني ملكة متوجة. ولقيته قطع سرحاني وقال لي: انت كويسة يا أستاذة؟ أنا رجل الأعمال هشام الدهشوري، أنا آسف جدا على اللي حصل ومستعد أتحمل أي تعويضات. قلت له: وصلني عشان مش شايفة قدامي لو سمحت. رحب جدا هشام، وفضلنا طول الطريق نتكلم سوا. وفي نهاية المشوار حصل اللي كنت عايزاه، وبعد فترة كنت في الكوشة واتجوزنا. ومن تاني يوم اتصدمت صدمة عمري. هشام كان إنسان عصبي جدا. وفي يوم كنت عند ماما وهو روح البيت قبلي، ولقيته وقف قصادي وقال لي: البيت ده ليه قواعد وقوانين يا ست هانم، وانا هنا سيدك، وانت زيك زي اي كرسي، وما ينفعش اجي قبلك، وما ينفعش استناكي لحد ما جنابك تشرفي. قلت له: ليه كل ده؟ انا كنت عند ماما بقالي كتير ما شفتهاش. قال لي: ومن هنا ورايح مش هتشوفيها تاني غير بمزاجي. انا والباب ده مش هيتفتح الا بامر مني، وكل اللي هتعوزيه هيجيلك لحد عندك. قلت له: بس ده يبقى سجن مش بيت، ليه بتعملي كده؟ انا بنت ناس، حرام عليك. لقيته بصلي من فوق لتحت وقال لي: ناس مين يا ماما؟ مين في عيلتك زيي؟ ده انتوا كلكم على بعض ما تسووش تمنفظة في البيت. اعقلي واسمعي كلامي عشان تفضلي عايشة في الامل اللي انت فيها. صعب عليا نفسي قوي، قد كده انا قليلة في نظره، قد كده انا بالنسبة له مجرد شيء اشتراه بفلوسه. قررت ان اتطلق ورجعت بيت ماما تاني، وعرفت ان اخترت غلط للمرة التانية. وفي يوم كنت ماسكة تليفوني وظهر لي فيديو لأكتر مغني حساس ورومانسي في الكون، المغني شريف الشريف. ولقيت انه هيعمل حفلة بعد اسبوع، وجهزت نفسي عشان اروح اشوفه على الحقيقة واسمع كلامه اللي يدخل القلب وهو قدامي كده. ولما رحت هناك بصيت له، وفجأة لقيته بصلي وفضل متابعني طول الحفلة. ولقيته ساب الناس كلها واداني انا وردة وطلعني معاه على المسرح، وكل الناس فضلت تسقف لينا، وبقت شايفة البنات وهي غيرانة مني. ومن أول نظرة شريف وقع في حبي واتجوزنا. كان رقيق وحنين قوي، وكان بيصحني بورد، وقبل ما نام يديني شوكولاتة. بس الحلو ما بيكملش، بدأ شريف يغيب عن البيت وبقى بيجي كل يومين. وفي يوم قلت له إن مش عاجبني الحال ده، ولقيته قال لي: بقول لك ايه يا وردة، دي طبيعة شغلي وانت لازم تتحملي يا حياتي. أول ما قال لي يا حياتي سكت وهديت، وحاولت أتأقلم على ظروف شغله. وفي يوم لقيت واحدة جات لي البيت، ولقيتها بتقول لي: انتي بقى مرات سي شريف؟ أحب أعرفك بنفسي، أنا نانا الرقاصة يا حبيبتي، مراته. قلت لها: انتي بتقولي ايه؟ ازاي اللي انتي بتقوليه ده؟ انتي أكيد جاية تقولي كلمتين عشان توقعي بينا، صح؟ لقيتها بتقولي: يا حبيبتي أنا جاية أوعيكي، شريف متجوزني عرفي، ومش أنا بس، ده كمان متجوز شوشو وسوسو رقاصين برضو، وكان مغفلنا يا حبيبتي. أنا بقى لما جبت قراره قلت أعرفكم كلكم، وهعمل له أحلى حفلة بعون الله، هخليه ترند 5 سنين قدام. ابقي بلغيه يا قمر إن نانا ما تتاكلش أونطة. ومشيت نانا وانا فضلت مصدومة. ولما جه شريف واجهته بكل اللي عرفته عنه، لقيته قال لي: ايوه صح، كل كلمة قالتها نانا صح. اسمعي يا روحي، انا جوازي من كل دول هدفه انهم يتوسطوا لي عند المنتجين ويوصلوني باللي انا عايزه، لكن انت حبيبتي وروحي ومراتي، سيبك بقى من كل اللي انا متجوزهم، انت غير. قلت له: وانا ما اقبلش العيشة دي يا شريف، ولو هي دي طريقة شغلك
يبقى قدامك حل من الاتنين، يا أنا يا شغلك. لقيت شريف بكل بساطة بس راسي، ولقيته بيقول لي انت طالق يا روح قلبي. روحت بيت ماما وانا بعيط، وفضلت اعيط واقول ليه كده، ليه بيحصل لي كده، ليه انا بس. وفجأة لقيت ماما بتصحيني من النوم. وردة، وردة، اصحي يا بنتي، مالك يا حبيبتي، خير، فيكي ايه؟ من امبارح ومن ساعة ما جينا من المطعم وانت نايمة وانا مرضتش اصحيكي، ودلوقتي سمعت صوتك وانت بتعيطي وبتزعقي، مالك يا بنتي؟ وقلت لها ايه؟ مطعم ايه؟ ايه اللي حصل؟ وفين عزت وفين هشام وفين شريف؟ ماما، هو انا اتجوزت 3؟ لقيتها ضحكت وقالت لي 3 مرة واحدة يا بنتي، ده انت لسه متخرجة من يومين 2. قلت لها ألف حمد وشكر ليك يا رب. ماما، أنا حلمت حلم غير حياتي كلها حقيقي. ده ما كانش حلم يا ماما، دي رسالة من ربنا. بعد إذنك يا ماما، بعد إذنك أنا هقوم أصلي. وقمت صليت ركعتين شكر لله إن ده كان حلم. وقلت لنفسي أنا إزاي فكرت في اللي شكله حلو واللي غني واللي كلامه يدوب الحجر، ونسيت أفكر في أهم حاجة، إنسان يتقي ربنا فيا ويصوني ويكون سند وظهر ليا. دعيت ربنا إنه يعطرني فيه ويكون بيخاف ربنا، لأن اللي بيخاف ربنا مستحيل هخاف منه. وبعد شهرين اتجوزت محمد جوزي، بس المرة دي مش حلم. محمد هو جارنا في المنطقة، شاب متعلم وبيشتغل محاسب في شركة وحافظ لكتاب ربنا. وفي يوم صحيت من النوم على صوت محمد جوزي وهو بيقرأ القرآن، وبعدين قرب مني ولقيته بيقول لي يلا يا حبيبتي جهزي نفسك عشان نصلي الفجر سوا. قلت له أنا فرحانة قوي إني عرفت أختار صح، وإن ربنا بعت لي إنسان زيك يا حبيبي. لقيته قال لي أنا اللي بشكر ربنا دايما إنه بعت لي أحلى هدية، هو أنت يا وردة. ورسالتي لكل بنت، اوعي تقيمي الناس بشكل سطحي ولا بالمظاهر الكدابة، وافتكري دايما إن جوهر الإنسان ومعدنه هو أهم شيء، وكمان يكون إنسان بيخاف ربنا، ده أهم كتير قوي من كنوز الدنيا كلها.